السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. هنا دخلنا المطبخ الاول نعمل الغدا نعمل الفطار. الصيام لسه مأثر علينا ولا إيه؟ هنعمل ان شاء الله النهاردة ملوخية ورز ان شاء الله. والحلة اللي هناك دي فيها الفراخ. جبت الحلة دي كده اهو، قلت نعمل فيها الرز يعني. حطينا فيها زيت. طبعا انتوا عارفين يعني الرز انا بعمله ازاي، بحط شوية صغيرين الاول وبعد كده يتحمر يعني، وراح احط الكمية التانية. وهنا بعد ما تحمر شوية صغيرين الاول هنحط الكمية التانية يعني. الحلة هنا سخنت جامد طلعت بخار كتير. بس نشوحهم كده شوية مع بعض، وبعد كده هحط الشوربة يعني، وبعد كده مكعب مرق وسنة فلفل اسود. يعني الاكل عملته امتى؟ يعني الطلبات ما جاتش بدري، عملته قبل المغرب. يعني عملت على الساعة 4 كده، 4:30. الحمد لله يعني خلصت بدري. وهنا جرطفنا الملوخية يعني، وبعد كده غسلتها وصفيتها. قلت اوريكم الملوخية هو بتتعمل، يعني عشان ما اكونش حرمكم من حاجة يعني. اديني وريت لكم الملوخية بتتعمل ازاي. بتتخرط تحت المخرط. اخرط شوية ومش عارف مين عايز ايه، اخرط شوية بعد كده مش عارف مين عايز ايه. يلا الحمد لله. هنا جبت حلة حطيت فيها شوية شوربة الاول قبل ما الفراخ تستوي يعني، عشان بلخص الوقت يعني، بأنجز يعني. فبجيب شوية شوربة كده وهي الفراخ لسه بتستوي، وبعد كده بعمل ايا كان نوع الطبيخ يعني. انا حطيت الملوخية بس الاول الشوربة تغلي جامد يعني، بعد كده احط الملوخية. هي بتكلكع في الاول، عايزة ضرب جامد يعني. والريم دوت هتعمل ريم دلوقتي الملوخية. الريم دوت من انتوا بتجرت في الملوخية، فبخلي حتة كده من العرق بتاعها، من عرق الملوخية يعني. فبيبقى طعمه حلو الصراحة، فانا بخليه، فهو اللي بيعمل الريم دوت. عادي يعني هيتعمل دلوقتي. بالله انا بسجل على كده 100 حوار حصل. كل شوية ادوس على الميكروفون ستوب، وبعد كده نرجعوا تاني. هنا عملنا التوم. ايه ده العيال دي؟ ايه هو ده الفظيعة؟ عملنا التوم هنا، نحط له شوية كزبرة. لا حول ولا قوة الا بالله. تاخدوش في بالكم يعني. ولا منظر البوتاجاز كمان تحفة فنية. يا تاخدوش في بالكم، هيتعمل دلوقتي يبقى زي الفل يعني، هينضف.
كان ايام زمان كان الاكل يجي لغاية عندنا. انا عملت، نسيت اوريكم الطشة بقى. حطينا التوم على الملوخية على شكل الملوخية بعد ما خلصت، وادي الرز. بس لسه ما كنت لسه بغرف يعني، ما حطيتش يعني على الصينية يعني. ما طلعتش من المطبخ دوت الا بعد ما خلصت الاكل، وزي ما شايفين يعني كوم المواعين اللي كان هنا. لا مش دول بس، في تاني في تاني. هاتي حبيبتي هاتي. هم خلص الاكل وجبت الصينيه برضو عملتها والمواعين. قلت والله ما طلع من المطبخ الا لما اخلص. هم فطروا كده بس انا ما فطرتش، فطرت بعد العشاء. هنا هنعمل الاستاذ البوتاجاز. عايز عايز سرعه يتنقع فيها ده، بيصعب عليه والله. لا قلت لا لا، ايوه خلص لسه البوتاجاز. لا الحمد لله خلص اهو، بقي الماء. هنا قلت نخش على الصالة من الحوارات والكراكيب. هكنس السجادة الأول بعد كده لما يعني عشان كل سنة وانتوا طيبين. كنت بقول ايه، كل سنة وانتوا طيبين. شلنا اسمها هي دي، اللهم صل على النبي. السجادة دي عشان هنغسلوها ان شاء الله بإذن الله، لو لنا عمر يعني وعشنا لغاية بكرة ان شاء الله هنغسلوها ونغسلوا باقي الحاجات يعني. الحمد لله يعني ما كنتش فرشة يعني الشقة كلها يعني. كنت حاطة السجادة دي هنا، واسمهم ايه دول اللي بتتحط على السجادة، اسمها ايه، الحفظتين. واحدة اتوسخت حطيت التانية، الاتنين بقوا وسخين. والأوضة الكبيرة حاطة فيها كنت بقول يعني الأوضة الكبيرة حاطة فيها آه، السجادتين الطوال، زي السجادة اللي في أوضة النوم بتاعت الأطفال يعني. يبقى اتنين في أوضة الأطفال، واحدة هنا، واحدة في أوضة الأطفال واتنين في الأوضة الكبيرة، يبقى 3 من الطوال. والسجادة دي بتاعت الصلاة. يلا ربنا يعيننا ان شاء الله، بكرة نغسلهم بإذن الله لو في عمر. نصيحة لكل واحدة متجوزة جديد او لسه هتتجوز يعني، ان هي يعني تخلفش الاتنين بس يعني. يعني واد او بنت، يعني واد وبنت او بنتين او ولدين، وستوب على كده. والله يعني حاجة فظيعة العيال لما بتكون يعني كتير، يعني حاجة فظيعة. ونصيحة برضو ليها، ما تسمعش كلام حد. ده هي جابت الواد وما جابتش بنات، ده هي جابت البنات وما جابتش الواد. كلام الزبالة ده اصلا، والله ما لهوش اساس اصلا من الصحة الكلام ده اصلا يعني. كلام متخلف بتاع زمان صراحة يعني. هي ايام زمان يعني ما تتعوضش يعني. بس كان في حاجات كده ايه مقفلة يعني، مقفلين فيها بجد يعني، زي موضوع الخلفة ده بس يعني. انما باقي حاجة زمان وكلام زمان وايام زمان دي صراحة ما تتعوضش، وحاجة زمان عامة يعني ما بتتعوضش. بس هي الحتة دي مش حلوة. البنت
كبت المية هنا ولا ايه؟ بنت ماسكة كوباية المية في يدها، كبتها على السرير ومشيت. ما تخلص يا ست الحاج انت. قلت هنا هوت بعد ما كنست الصالة يعني، فلقيت فيه زي تراب كده خفيف يعني، بس يعني شوية صغيرين يعني مش كتار. فقلت اديها تلميعة كده عشان التراب، عبال بكرة يعني ان شاء الله. في بلاوي تحت الكنب دي اكيد يعني. بلاوي. يلا انا رديت معاكم كتير ورغيت معاكم كتير ودوشتكم، واقول لكم ايه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما راحت فين دي؟ كنت بمسح من الناحية التانية. بس هنا خلصناها، بوريها لكم يعني. يلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.